مع بعض الناس يعني فكرة إن أنت تصحى من النوم عشان تتسحّر، يعني تصحي من النوم عشان تاكل، ديّة يعني حاجة ما تبقاش سهلة شوية. أنا فاكر أخويا لأ بالعكس دي أسهل حاجة في الدنيا إن أنت تصحى من النوم عشان تاكل، يعني يعني ما لأ باصحاش من يعني النوم غير عشان آكل. أصل شايف أنا إن ده أسهل أصل أنت نشاط عمرك يعني تعمله، أنت أنت صاحي من عمرك ما اللي النوم. هو صحيت لقيت نفسك أنا بالنسبة لي auto pilot تمام، على بتاكل فكرة وأنت مش فاكر أنت أكلت إيه بعد ما صح بتصحى؟ والله ده باسم ده أقسم بقى حصل بالله. مع أيوه أخويا بقى. أنا سلِّم كتير عليها أوي والله كده. العظيم. أخويا الصغير أخويا الصغير صحيناه مرة من نتسحّر يعني وبتاع، فهو بقى صاحي ما فيش يعني هو مش شايف أي حاجة قدامه خالص. فابتدى إيه بقى أنت عارف بقى عيش وفول وبتاع مش عارف إيه، فهو المفروض إن هو بيقطّع العيش ويحطه مثلًا في الفول أو البيض أيًا كان عشان يغمّس وياكل. إمم. فهو بقى إيه لقيناه قافل عينه وبيروح حاطط إيده في الأرض، مش العيش يعني هو مش ماسك عيش، وبيدوّر على الفول وعمل كده بالتراب. تمام كده، آه. وبعد كده راح إيه دخّل إيده في الفول. ده هي خطوات صح بس مش في الخطوات صح مكانها، بس مش يعني هو غلطته إن هو وقلع مش حاطط مش غلط، بالضبط كده. يعني غلطته إنه هي مش حاطين فهو كل حاجة الخطوات في هو ممكن تبقى مكانها. هو مضبوطة بس مش في نايم، مكانها. هو نايم، هو مش صاحي يعني أيوه. فاهم؟ ففكرة إن الواحد يصحى من النوم طبعًا بقى خصوصًا بقى لو أنت نايم متأخر والّا حاجة بس بأمانة دي بجد و بقى آه. ميزة إن أنت يبقى معاك حد، يعني أنا فعلًا بجد من غير إمم. يعني أمي ربنا يخليها لنا ونورهان إمم. أختي، يعني هم مقسمينها ورديات، في آه. فطار وفي سحور، تمام. فالوالدة الفطار ونوران السحور. ويعني اللي هو لو نايم أو حاجة إمم. يعني لأ، يعني تيجي تصحّيك، يعني تفضل وراك اللي هو يالّا عشان خاطر السحور وبتاع، اللي هو مش هاسيبك، يعني اللي هو عارف أنت، وأنا نومي من الناس اللي هو نومي بايخ، يعني إمم. لو تعبان فعلًا ممكن ما اصحاش، لو مش قادر أغمّس أو حاجة. لكن أنت في رمضان أصلًا مش بتنام بعد الفجر مثلًا والّا ده صعب عشان خاطر لأ، أنا ما الشغل؟ بانامش غير بعد الفجر. يعني أنت أصلًا بتبقى صاحي. أنا لأ، يعني أنا مثلًا ممكن يا محمود، أنا قصدي النومة الone shot بتبقى بعد الفجر، ماشي. تمام. لكن إمم. مثلًا ممكن مثلًا على الساعة 01:00 مثلًا أو على إمم. الساعة 12:00، تمام، اللي هو بالذات إمم. في أول 20 يوم اللي ما فيهمش تهجد دول، إمم. أنام لي ساعتين مثلًا، إمم. تمام. ما هو في رمضان هي مشكلتنا، مش أنا، ده وجهة نظري يعني، أنا إمم. بالنسبة لي أنا مشكلتي في رمضان النوم، نوم أيوه، أيوه. وسجاير وقهوة، تمام. بس النوم، يعني أنا لو خدت 8 ساعات نوم متواصل في رمضان أنا هاصوم عادي، ما عنديش مشكلة، وهاستحمل القهوة وهاستحمل السجاير، بس بس إمم. مش هي هتقدر الفكرة في إن أنت تعمل إيه بقى؟ بتنام نوم متقطّع. 3 ساعات في آه. إمم. ساعتين في ساعة، فما فيش. أيوه، أيوه. طب أنت يا باسم بس بقى 3 أنت ساعات في أنت ساعتين في يعني متهيأ لي ساعة، عمرو كان قال موضوع إن هو ساعتين اللي في هو ساعة في 3. ما تزودنيش بقى. أيوه. هو فكرة الجمل ده، يعني آه. الواحد يشرب مَيّة كتير قبل السحور وده أعتقد ناس كتير أوي بتعملها، خلّي بالك الحركة أنت دي. قاعد لوحدك، ما فيش حد يفرش تحتيك مشمع والّا حاجة، تقوم تلاقي الدنيا اللي هو بايظة. تفضل تشرب مَيّة، مَيّة، مَيّة لغاية الأذان. أول يوم يومين دي الدنيا تبقى إيه، لسه في لأ، أنا في البلانش. السحور يعني مش عارف إزاي يعني الحمد لله، بس أنا لأ، أقل القليل وباعرف أكمّل بيه للفطار عادي. بس أنت بتشرب مَيّة كتير لغاية ما الأذان يأذن والّا ما عندكش بادخّن الجسر ده؟ كتير. بس المَيّة مش كتير. المَيّة مش كتير والأكل مش كتير وأنت يا أوي. عمرو المَيّة بتدّي جامد بقى. أنا المَيّة لحد ما أبقى فعلًا بجد على وشك إن أنا محمّاها أروح، يعني أيوه، ليه باخش بقى إيه أعمل الفكرة؟ إيه الفكرة؟ باخش أعمل حمام مثلًا 3 مرات مثلًا أيوه، لحد أنت ما متخيّل إيه برضه يعني؟ أنا ما شُفت أعرفش. التجرّ للtopic هيروح داخل بينا الحمام. أنا رأيي إن أنت أيوه وأنا ما هو عادي ما هو يعني، خلّينا نرجع الطبيعي للسفرة. لمّا وأنا ما الواحد عنديش بيشرب مشكلة، لترين مَيّة ما هو ما عنديش طبيعي. مشكلة أروح أيوه، للحتة دي خلّينا عادي، نرجع بينا السفرة. يعني أنا أصحابي عارفين هاروح هناك. المطبخ. أيوه الطبيعي لمّا الواحد يشرب لترين مَيّة إن هو يخش حمام كتير. يخش حمام يعني لأ، مش وبعدين هيطلع أنت أصلًا يعني. فعلًا جسمك مش مؤهل إن هو يعني بالضبط، أو ما فيش فايدة للي أنت عملته ده. ده بالعكس، ده مُضر على فكرة بقى، ده أنا باقول لك بجد، لأ ما يعني أعرفش المَيّة الموضوع كتير مُضر والله والّا يعني اللي أنت تشرب مَيّة كتيرة على مدار اليوم في وقت ده قصير. مفيد، ماشي. مَيّة كتير في وقت قليل ده مش ده كويس، مش كويس. ده مش كويس، ده يعني هو يقول حقيقة. لك مثلًا اشرب منطقي برضه. 3 لتر على مدار اليوم، ما إمم. تجيش في آخر اليوم تقوم ماسك القارورة 3 لتر وقاعد تشربها، ما أنت هتسرّب وأنت بتشرب، يعني ما فيش فاهم؟ يعني لا مؤاخذة يعني. أنت عارف إن في حاجة اسمها فعلًا تسمم المَيّة؟ شوف بقى الكلام. ده حقيقة فعلًا. طب إن أنت آه. لو بذمتك شربت أنا كنت أعرف إن في حاجة اسمها تسمم المَيّة؟ لأ أكيد ده لأ. عشان أهو. بتشرب لأ، كتير يعني والّا عشان لأ، إيه؟ لو أنت جسمك مش آه. بياخد مَيّة كتير فترة ماشي. طويلة إمم. أو على مدار اليوم، واديته مَيّة ومرّة كل واحدة مرّة، اديته مَيّة كتير، صح. إمم. فساعتها جسمك الشوك دوّة بيبقى اسمه تسمم المَيّة. شوف بقى في فعلًا؟ الكلام، ناس على ماتت فكرة منها ما يعني. تعملش المعلومة. كده بقى. طب أعمل إيه؟ ما أنا اشرب كوباية، كوبايتين. ما أقدرش، ما أقدرش حاول والله، فكّر في الموضوع. بالذات أول 3، 4 أيام ما أقدرش. ممكن يعني هي هِسْ.
بجد هي بس ملهاش حاجه هي يا جماعه ان انا اللي هو لحد عارف الايه اللحظه البق الاخير أنت بجد عارف ولا وتلاقي العيله كلها عيني يعني الناس تعبانه كلنا بنتخانق مع بعض كله عمال يزق بعضه يعني هو ده اليوم هو ده البق اللي هيخليك تكمل هي- الفطار ده حقيقه. والله العظيم يعني هو ده البق اللي هيخليك تكمل الفطار قاعد كله عمال يزق وانا مش أنا عمال شربتش اتخيل وانت لسه شارب عمرو وهو بيزق في اخته واخوه الصغير أيوة. على لا كلنا وهو الميه. بيشدني من ورا وعشان ميه انت فاهم وعشان ميه. عيله جامده والله. طيب سؤال بقى بالنسبه بقى للمشروبات بتاعت رمضان بقى القصوص والخروب وقمر الدين ده انا ما بحبوش. انا احب كل حاجه الا الخروب. القصوص بالنسبه لي برضو حاجه صعبه جدا. تمر هندي برضو يعني اوحش مشروب بالنسبه لي العرقسوس. ما اصل العرقسوس ده يعني استغفر الله العظيم يا رب تحسه هو عرق يعني تحسه بجد يعني هو خلي بالك تم انتاجه حد شربه وقال لك انا هعمم الفكره على الوسخه مقطر يعني هو بينتج في معمل ده مش اكيد ده مش بالطبيعه يعني ده مش نبات. انا ابويا بيتضايق مني جدا لما اغلط في العرقسوس على فكره بجد وانا عندي كده يحبوا يعني العرقسوس جدا ما اعرفش ليه يعملوه معامله وتلاقي وبقى اوسخ حاجه تفتح الازازه تمام وهو مغمق كده شويه ورغاويه مديه كده على لون بيش شويه تمام ايوه تفتح ولو الازازه بقى مش شفافه وانت فاكره كركديه ده دي حصلت لا دي حصلت ايه هي دي كل أيوة مره أيوة. في رمضان. لا بس خلاص لما بتاخد بالك بتعرف لا والله العظيم كل مره باخد البق بعشم انت بس بتحب العرقسوس؟ لا خالص زينا يعني انا ما بكرهوش بس يعني لا طعمه صعب بس ما احبوش يعني ما اروحش اشرب يعني اشرب صوبيا اشرب كركديه. انا الصوبيا لما تبقى مظبوطه يعني في واحد عندنا هنا بجد والله بقى اسمه الحسيني اعلان ده موت. صوبيا الحسيني ده اصل الصوبيا في مصر. اصل صح سامح اصل الصوبيا في مصر والله طب عالمي اصل الصوبيا في مصر والله لا 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 طب سؤال بقى ليه المشروبات دي موجوده في رمضان وبره رمضان يعني في الايام العاديه مش موجوده؟ لا ما في حاجات كتير يعني مثلا يعني اعتقد عادات يعني الصوبيا يعني انت لو دخلت جوه السؤال ده طب ما معنى كده انا اسف في الكلمه ان هي مش احسن حاجه في الكون يعني العصاير العاديه لا بس هي مرتبطه مرتبطه بالتعود. يعني مثلا انت كنت في الكويت صح؟ انا كنت في الكويت وانت كنت فين؟ انا في الكويت. عمرو علي. ايه المشروب اللي جنبيهم اللي مش موجود هنا اللي دايما بيبقى على طول السفره في رمضان؟ الفيمتو ده اللي هو لونه كده تحسه بيري كده صح؟ ايوه بالظبط. الفيمتو ده لا على فكره انا اول مره دقته حسيته ده كح ما قدرتش بقيت انا برضو ما حبيتوش بس هو مرتبط هناك بيهم برمضان زي التمر هنا. هما بيحبوه هناك جدا على فكره في السعوديه برضو مش كويت بس السعوديه يعني يحبوا الفيمتو ده جدا. طيب في حد بقى فيكم بيضرب خشاف على الفطار؟ ده انا الخشاف ده بالنسبه لي بتضربه في الحمام. لا مش الخشاف ده يا باشا هو احمد حلمي ما كدبش لما قال شخاف. ليه شرحك للحاجات؟ اصل رمضان ده كنت متعود عليه قبل الجواز. يا جماعه ما تحطنيش في مكان الضيف انا خلوني اسال. انا كنت انت بتضرب ممكن يسالنا انت بتضرب بلاش انا جاوب. لا ما تضربش بعد اللي عمرو قاله انا بطلت ان انا اضرب والله بجد برضه. لا انا ما عنديش مشكله معاه انا ما عنديش مشكله معاه وكنت قبل ما اتجوز كنت على طول في رمضان باكله وبيوحشني مع انه طعمه بالنسبه لي عادي. هو ليه طله برضه ليه طله كده تضرب لك خشاف كده بعد لا محمود صعب حاجه حلوه يعني جدا يعني. كركديه قمر الدين صوبيا انا كركديه ومانجا فراوله كل ده بقى العصائر العاديه صوبيا مانجا وعرق سوس ممكن يعني بس الخشاف ده لا ما اقدرش الصراحه اسمه دوت اللي انا قلت عليه اللي انا برضو الخشاف هو الخشاف. طيب سؤال بقى في حد انا عارف ان احنا كمصريين يعني ما بنعملش الحركه دي بس هل كلنا يعني انا بضرب بعد المغرب؟ المصريين ما بتعملهاش. لا يعني انا بضرب بعد المغرب طبعا تيجي في صلاه التراويح طبعا صباح الهبل مع كل سجده بقى انت بتبقى اللي هو ايه على تكه ان انت تروح تعيد وضوءك. مش عارف احكي لكم على موقف مش مصدق طب والله العظيم لا لازم احكي ان انت تقطع الجزء ده لازم احكي لكم على موقف كنت في الكويت. على فكره دي بتلمس الناس الحاجات دي بتلمس الناس يعني من ضمن مواضيع رمضان كله في الكويت تاني يوم رمضان تمام وكنا زي ما قلت لكم بقى العزاب دوت كلنا قاعدين مع بعض وبتاع وديش بارتي وكل واحد رايح بحاجه شاريينها من بره اللي شاري مثلا جميل مندي اللي شاري فراخ مشويه اللي شاري مش عارف طبعا ايه انت عايز تاكل من كل حاجه. المتجوزين بقى اللي جايب محشي اللي جايب حمام اللي جايب
يعني عارف انت ترابيزه والله العظيم مش عايز حاجه تاني كده من من الدنيا. الدنيا خلاص. وايه بقى، وكنت ساعتها مهما كان اليوم كنت وحش بروح يعني. الجيم ماشي. تمام، وقلت ما ينفعش لازم انتظم في رمضان تمام، وكلت الاكله دي ورحت الجيم والله العظيم. وفي تمرينه بجد كنت بلعب اللي هي مش لازم تفاصيل يعني. تمرينه البطن دي. انت مش لازم تفاصيل الناس فعلا يعني. فهمت خلاص. احنا بقى فهمنا اللي وجنبي بنت زي القمر، زي القمر، حور عين يا ابني اختك معانا الناحيه الثانيه. والله، حور عين تمام، وحاطط السماعات في ودني ومش واخد بالي. فغصب عني خلاص طلعت تمام، فببص عشان خاطر اشوف الرياض الفعل. هي انا مش سامع، في سماعات في ودني، فلقيتها بتبص لي بره. لا والنبي كان المفروض تضحك لك يعني. ايه البني ادمه الغريبه دي؟ البني ادمه الغريبه دي. ربنا يسامحك. والله العظيم اعمل الموضوع. بس انا كان نفسي يعني انا نفسي ان انا كنت اظبط ان انا اكل حاجه خفيفه وبعد العشاء مثلا او بعد التراويح. انت عارف ان هم في بس الخليج عمري ما كده؟ قدرت اعملها. وباسم هتلاقيه في عارف الخليج الموضوع ده. وبرضه شمال افريقيا بياكلوا بعد يعني بالليل 10 بالليل مثلا 11 بالليل حاجه كده يعني، اوكي، بحيث ان ايه انت تصلي التراويح براحتك وبتاع ومش عارف ايه في ناس كده بس مش عندنا، مش في بيتنا. لا مفيش طبعا. طيب خلاص كلنا نخش بقى الحمام. تمام. قافش برضه قافش في الموضوع. قول. التحليه بقى، ما انت خلاص فطرت وبتاع لازم تحلي. انت بقى بسوم بتحلي عادي كده بقى بسبوسه وكنافه الحاجات التقليديه بتاعتنا ولا ما باكلش غير البسبوسه في الحاجات التقليديه يعني. ساده؟ ساده او مكسرات يعني. بس انا ماليش فرقتش يعني. انا ماليش ولا عادي يا عم، انا ماليش ساده ماليش. ليه حاسس ان احنا بنحاسب دلوقتي؟ انا ماليش في الساده بس والاختراع الوحيد اللي هو بقاله فتره طبعا اللي هو الكنافه بالمانجا اللي انا بحبه، ده الاختراع. لا انا اي حاجه، اي حلويات يعني المدلعه المتشخلعه القشطوزه المتشقطه بص اي حاجه المتمرمطه اي حاجه. بص انت تموت في الاسامي مش في اي الحلو. حاجه. بص مش طعم بص هو انا الحاجه. بحب لا اجرب. بس هجرب، انا لازم بحب اجرب. بحب يعني اجرب. يعني رمضان اللي فات كان فيه اللي هي بتاعت السلطانه دي، مش فاكر كان اسمها ايه، اللي هي ايه، واو كيك. ايوه انت بتمشي ورا الترند بتاع الاسم. انا ما اعرفش ايه الواو كيك ده. وكسرناها دي. الواو كيك دي كانت جامده. ايوه بس ما جربتهاش. فيها كبات كده شوكولاته، تقعد تملى في الاخرام دي، ايوه، وتكسر كده بالمعلقه زي كده كفر شوكولاته كده فوقيها. بس طب والقطايف اثرت معاك فين؟ لا انا يا باشا اي حاجه، قطايف، بلح شام، عنب اليمن، كل حاجه، اي يعني حاجه ما بترحمش. اي حلويات. وانت ليك في الحاجات دي ولا بس بسبوسه بس؟ بسبوسه بس. ما شاء الله ده مركز، عنده تارجت. لا انا اي حاجه. عنده تارجت. انا بقى بسبوسه. باكل اي حاجه. سويت توث. طيب سؤال بقى، انا بقول لك بقى باكل كل حاجه في الحلويات. ايوه خلاص تمام. عرفنا. عايز تقولها تالت مره ولا لا هو عاوز ايه؟ عاوز يجر الكونفرسيشن للحمام. طيب سؤال بقى، تاكل بقى من هنا بقى القطايف. سؤال بقى حلو. هو انا عارف هو عاوز. طب في حد بقى فيكم بيحب يفطر بره؟ لا فطار لا، صح كده، عشان انا مقتنع بالكلام ده. انا حاسس بنعملها مره في رمضان. ايوه بس الفطار بره ده سيء جدا يعني. انا سيء. يعني معظم الوقت بيبقى سيء جدا، مكلف، كواليتي زفت، استغفر الله العظيم يا رب. يعني برضه بتبقى الناس صايمه فبتعمل لك اكل وهم مش كويسين. لا وكميات شغل بقى اللي هو باشا ايه، في كميات في نفس الوقت. بس لا في اماكن بتعمل اكل حلو في بس قلما لما تلاقي الله. بس انا ما خلي بالك قلما دي طب يعني انت كده يعني دي انضف كلمه اتقالت في القعده. في المعجم اللغه اللي احنا عندنا ده، في الحمام البلدي اللي احنا قاعدين جواه ده. يعني انا افضل في رمضان لو هاكل بره يبقى سحور مش فطار. انا يعني كده برضه السحور بيبقى خلاص الناس فطرت وبتاع يعني والسحور 3-4 ساعات قدامك. هو اخره ايه يعني، فول بيض طعم يعني مع ان خلي بالك برضه رمضان تنس دي يعني زمان، يعني ايام ما كان ابويا الله يرحمه بياخدنا نروح نتسحر، كانت خيمه رمضانيه. كانت خيمه عادي، وكان السحور عادي فول وطعميه وبطاطس محمره وبيض اللي هو الاكل العادي. طب ثواني، وبتدفع حساب عادي. انتوا ساعه لما فاكرين من سنتين ولا ساعه كورونا برضو لما الخيمه الرمضانيه انتشرت في زايد كلها. ايوه اول خيمه رمضانيه كانت عندنا. كنتوش بتحب تروح تفطر؟ انا في الكورونا ما كنتش موجود في مصر، كنت في انا كنت موجود بس لا ما فيش. فبقول لك الخيم الرمضانيه زمان كانت فيها روح رمضان.
دلوقتي الصراحه لا، يعني في اولا في تحس ان هو يعني هو الواحد بيستنى الشهر ده اللي هو يتشعبط في رضا ربنا. انت فاهم؟ يعني اللي هو يا باشا ادينا ايه، هو شهر الواحد يعني يحاول على قد ما يقدر انه يقرب يلم اي حاجه من البلا الازرق اللي عمله في باقي السنه. لا ده مش جواه انسان بس، ده جواه دين برضه يا ابني. لا عمرو انا عمرو النقشبندي. لا جامد. بتعرف على عمرو جديد انا. والله العظيم عمرو ثلاثه فاضل لي تكه وهدوك ام اليوم ده وطلعك بره. فبقول لك، فبجد والله الموضوع بقى صعب، يعني زياده يعني تخيل انا لما بقول لك يعني انا خلي بالك برضو المقياس عندي، يعني انا عادي، يعني خلي بالك برضو كل واحد دي الزون اللي بيتحرك فيها. انا في الزون اللي انا بصنف نفسي عادي، يعني العادي مع يعني اللي انا شايفه عادي، المقياس العادي بتاعي تمام ما فيهوش مشكله. فانا شايف لا، ان في رمضان لا، الناس بدات تزود عن العادي شويه. فلا ما بحبش. ما هو بيزود عن العادي بقى، وتلاقي السحور انت دخلت لك في 2 3K بقى. لا 2 3K مش مشكله على فكره، ملعون ابو 4K برضو. لا هي سيبك من الفلوس. انا بالنسبه لي الفايبز ما هو اصل برضه سحور برضه انت فاهم، فول وبيض لا ما هو ما بيبقاش فول وبيض، ما دي خلي بالك حاجه كمان، هو اسمه الطعميه اسمها ايه في جرين مش عارف ايه، جرين برجر. جرين برجر جرين برجر. اتفضل يا جعلص. استغفر الله العظيم يا رب. يعني لا الله عليك يا شيخنا. والله العظيم باسم عايز يطلع والله العظيم يعني جرين برجر تمام. البطاطس اللي هي البطاطس شريمب مثلا تمام. بس هو عند عبده دولار البيض العيون مش عارف اسمه مش عارف ايه. فبتلاقي الحاجه بدل بس كانت ب 15 20 جنيه من عند شماندي ب 200 300 ب 150 200 جنيه. انت اكبر رقم دفعته في سحور قبل كده 2500 جنيه. يا نهار اسود. لوحدك؟ لا كنت انا وعيلتي. ماشي يعني. بس رقم طبعا، بس يعني رقم كان من كذا. لا 2500 جنيه يا جماعه، ده احنا بنتغدى بيه في المنوفي يعني. ايوه 2500 جنيه ده رقم كويس. لا رقم كويس كويس يعني جدا. انت فاهم كويس ولا مش فاهم كويس؟ انا فاهم كويس. يا اسطى اكشن بقى، يا اسطى اكشن يا اسطى. ولع بخور. طب انت ساكت ليه؟